الخطبة الثانية. الكلمة الأولى عن إخوتنا الأحبة المجاهدين الصابرين المصابرين المرابطين في سوريا الشقيقة العزيزة علينا، الحبيبة إلينا، الأثيرة لدينا. إخواننا في سوريا لا زالوا يحملون الراية، يقفون ضد النظام المستكبر الجبار الذي يقف ضد شعبه، يقتل الشعب، يسفك الدماء، يهتك الأعراض، ينتهك الحرمات، يقتل الرجال ويقتل النساء ويقتل الشيوخ ويقتل الأطفال، يقتل المدنيين الذين لا يحملون سيفا، لا يحملون مدفعا، ولا يحملون بندقية، ولا يحملون سيفا، ولا يحملون سكينا، ولا يحملون رصاصة، ولا يحملون عصا، ولا يحملون حجرا. الشعب الذي قام منذ 15 شهرا ورأيناه بأعيننا في التلفازات، شعب مسالم ينادي فقط نريد الحرية، الحرية للشعب. يقتل هذا الشعب، يقتل، كل الناس يقتلون، يقتلهم الشعب الذي سلح نفسه بأمواله، والذي سلح الشعب بأمواله من عصارة أرزاقه، من قوته وقوت أولاده وقوت أحفاده. هذا الجيش الذي سلح بأموال الشعب، ارتدت هذه الأسلحة لتقتل الشعب من أموال الشعب، ويقتل الشعب، يقتل الشعب عن طريق الدبابات التي ترميهم بالقذائف، عن طريق المدافع الكبيرة التي تقتل الناس بالعشرات وبالمئات، عن طريق الراجمات التي ترجم الناس بالصواريخ، عن طريق المروحيات التي ترميهم من السماء، عن طريق البوارد التي ترميهم من البحار، عن طريق الشبيحة الملاعين الذين يقتلون الناس بالسكاكين، ويقتلونهم بالرصاص، ويقتلونهم بالسكاكين، ويقتلونهم بكل ما يمكن قتله. هؤلاء الشبيحة الملاعين أسأل الله أن يلعنهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينزل عليهم وعلى أمثالهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. الشعب يقتل من الجيش بكل فئاته، يقتلهم في ديارهم، ويقتلهم في طرقاتهم، يقتل رجالهم ويقتل نساءهم، ويقتلهم عن طريق القناصين الذين يقفون على أعالي البيوت والعمارات، يقذفون الناس من أعلى، يضربونهم ليصيبوهم في أعينهم وفي صدورهم. ولا يكتفون بذلك، بل إنهم يسفكون الدماء ويهتكون الأعراض. انظروا، سفكوا الدماء، حتى قال كوفي عنان إن هناك 6 نقاط عرضتها على السوريين فلم تنفذ واحدة منها، لم ينفذوا أي نقطة من النقاط ال6. لماذا؟ لأن النظام الحاكم في سوريا يرفض أن يتجاوب مع هذا الرجل، لم يجاوبه في أي شيء مما طلبه. وهذا ما يعترف به الجميع، أنه منذ ذهبت خطة عنان وذهب المندوبون، والقتل يزداد كل يوم،
كل يوم. بالأمس كذا و40، أول أمس كذا و50، قبل ذلك مجزرة فيها 78 أو أكثر، ومئات الجرحى وقبل ذلك مجزرة الحولة، مجازر بعد مجازر. هذا ما يفعله الشعب، ما يفعله الجيش الظالم، الجيش الذي ينسب إلى بشار الأسد. ما بشار الأسد هذا؟ بشار الأسد كان طبيبا يدرس في أوروبا، لما مات أبوه يجب أن يكون الابن وارثا لأبيه. من قال هذا؟ في أي دين أو في أي منهج أو في أي قانون في الأرض أو في السماء يجب أن يرث الابن أباه وإن لم يكن من أهل الحكم؟ طبيب تعلم طب العيون يجب أن يعالج أعين الناس، جاءوا به ليركب على هذا الشعب العربي المسلم المؤمن ويحكمه رغم أنفه. وتظل هذه الشعبة حوالي 5 عقود تحكم سوريا. من قال؟ إلى متى تظل هذه الأسر تحكم هذه البلاد؟ انتهى هذا. نحن في العهد الربيع العربي انتهت الأسر التي تحكم الجمهوريات، انتهى زين العابدين وانتهى مبارك وانتهى القذافي وانتهى علي صالح، ويجب أن تنتهي أسرة الأسد. هي في الحقيقة أسرة الجحش، معروفة في سوريا بأسرة الجحش، ولكنهم غيروا الجحش إلى الأسد. ومهما غيروا هو جحش، وهو وحش، وهو غير إنسان. الإنسان الذي يقتل ويخرب ويدمر ولا يكتفي بذلك، بل ينتهك الأعراض. الأخوات في سوريا العذارى الأبكار انتهكت حرماتهم، هتكت أعراضهن. الزوجات الأمهات الكبيرات والصغيرات، هؤلاء اقتحموا هذا الحمى. أرأيتم مواطنا ينتهك عورة أخته مواطنته؟ هذا لا يحدث أبدا. المواطنين إذا تعاور بعضهم مع بعض ينتهك الآخر حرمة أخيه، لا يفعل هذا. هؤلاء المستعمرون هم الذين يفعلون هذا، ولكن هؤلاء أتباع الأسد يشعرون أنهم ليسوا من هذا الشعب، هم أعداء هذا الشعب، أعداء أبناء سوريا، فلا يبالون أن ينتهكوا الحرمات، لا يبالون أن يهتك يعني ستر امرأة حرة. قالوا أن بعضهن قتل نفسه ولم يرضى بذلك، نسأل الله أن يغفر لهن. الحرة تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها أحيانا. هؤلاء الذين انتهكوا الحرمات. وبعض الأخوات ينادين هؤلاء أن يأتين إليهن بكل سرية وسيحفظ سرهن، لا ينبغي أن يشاع، لأن هذا أمر عند المسلمين وعند العرب الأحرار وعند الناس الأحرار أمر خطير جدا. هؤلاء سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، لم يتركوا حرمة إلا وهتكوها وانتهكوها. سيذلهم الله عز وجل كما أذل هؤلاء المؤمنات، ولن تذل المؤمنة أبدا. أقول للمؤمنات السوريات أيتها الأخوات الحبيبات، أيتها البنات العزيزات، أنتن حرائر